قضية النائب المستقيل أنور البلكيمي كشفت النهاردة عن مفاجآت جديدة في القضية. الاتحاد أوضحت أن ادعاء البلكيمي بأنه كان واقعا تحت تأثير البنج عندما اختلق رواية الادعاء عليه غير صحيح، وأشارت إلى أن الشخص الطبيعي يخرج من حالة التخدير وتأثير البنج بعد ساعة واحدة فقط من العملية. وأضافت التحقيقات عملية البلكيمي انتهت الساعة 6 مساء وظل بالمستشفى حتى الفجر، وهذا وقت كافي جدا ويزيد للإفاقة من حالة التخدير. وأشارت إلى أن التحريات المبدئية أكدت أن البلكيمي خرج من المستشفى وأثناء عودته إلى منزله الساعة 3:30 فجرا يوم 29 فبراير خطرت على باله فكرة السطو المسلح للانتقام من جهاز الشرطة وزعزعت الثقة بينها وبين المواطنين. كما أكدت معاينة النيابة لمسرح الجريمة وسيارة البلكيمي أنها لم تخدش ولم يوجد بها أي آثار لمحاولة الاعتداء عليها. كما ادعى النائب المستقيل أنه قام بأخذها من مكان الواقعة إلى اسم شرطة الشيخ زايد بدون شاهد واحد. النيابة كمان قالت أنه لوحظ من المعاينة أن ملابس البلكيمي كانت نظيفة ولم يوجد بها أي دماء من جراء الاعتداء المزعوم. وأوضحت النيابة أنها تنتظر رد رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني حول رفع الحصانة أو قبول استقالة تمهيدا لضبط وإحضار البلكيمي. البلكيمي واضح أنه هو دخل على مشكلة كبيرة مش هيكتفي فيها بتقديم استقالته من مجلس الشعب ولا حتى فصله من حزب النور. واضح انه دخل في مشكله كبيره، وواضح ان كلام النيابه ده كله بيقول بمعنى يعني اصح ان اللي حصل كله فيلم عربي، مفيش السياره نظيفه، الهدوم نظيفه، مفيش تحرك. واضح ان هم زي ما بيقول كده ملخص الكلام ان اللي حصل كله فيلم عربي.